ولا أيا كان. سر نجاح أبو بدر وش سيرة الذاتية أبو بدر؟ طيب هذا السؤال اللي إذا أحسنت إجابته كانت نافعة جدا، وإذا أسيئت إجابته كانت ضارة. العادة جرت يا كرام للإجابة على هذا السؤال، العادة جرت أن الإنسان يبدأ يبرز بانتقاء محطات في حياته تلمعه أمام الناس. هذا اللمعان يا كرام قد يؤذي أعين الناس الذين يستمعون إليه. بمعنى لما أسمعك تقول والله أنا بذلت جهد وأنا سويت وأنا فعلت، هل تقرب لي النجاح ولا تبعده؟ تبعده. لما نجي نذكر سيرتنا الذاتية وننتقي منها محطات القوية اللي أنا فيها بطل، أنا صعب النجاح على الناس. يعني كثير من الناس في باله الآن البروفيسور شكله أصلع ومبهذل، بروفيسور مبهذل، والغني لازم فيه السكر، والإنسان المجتهد لازم يصير مثلا عيونه حمراء وحالته حالة. هذه المواصفات للنجاح هذه تجعل الناس تكره النجاح. لذلك خلي بعطيكم أنا سيرتي الذاتية، والله ما أقولها تواضعا لكني أقولها حقيقة. أنا رجل وفقني الله عز وجل بدعوة أم وأب، ووالله أنني صغير فكبرني الله، وجاهل علمني الله، وعاجز مكنني الله عز وجل. وبالتالي أنا لا أملك شيء أقوله أكثر من هذا. الأهم من هذا يا كرام، أولا أنا لست دكتورا ولا معي ماجستير، لا معي دكتوراه ولا معي ماجستير، ومتخرج من الجامعة بتقدير جيد. ورسالتي للجميع اللي يسمعوني، ترى تخصصك مو بقيد. أنا تخصص اللغة العربية الآن، لا أتحدث أبدا ولا أتكلم ولا أدرب ولا أؤلف في هذا التخصص. أولا تخصصك مو بقيد فلا يقيدك. اثنين، أنا ماخذ جيد. رسالتي للناس اللي تسمعني اللي ماخذه ممتاز وغيره، أنت أخذت ممتاز ولا قدرت تسوي شيء، أنا أخذت جيد وسويت شيء، وعندي عشرات الناس أخذوا جيد وسووا شيء. إذن وين المشكلة؟ أربعة يا كرام، أنا الآن أخذت هذا التقدير الضعيف، لذلك أنا أدرك يقينا أن درجاتي ليست دليل قدراتي. أنا لا يمكن أختزل قدراتي في ورقة صححت وكتب بجانبها رقم. أنا لا أعتبر نفسي تلك الورقة. أنا الأوراق لا تحدني، إنما تحدني أهدافي في الآفاق. الأهم ليست قيمة الأوراق بقدر ما هي قيمة الأخلاق. وبالتالي أرجو أن قضية التخصص وقضية أنا درجاتي، أنا ما عندي شهادة جامعية، هذه كلها أعذار، كلها أعذار. اثنين، أنا لست شيخا ولا أستطيع أن أفتي لنفسي في أدق المواضيع، لكني أحب الصالحين وأحب أجالس أمثالكم وأحب أجالس العلماء وأقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما هو بلازم عشان نخدم الدين يا كرام لازم أصير خريج شريعة، ما هو بلازم. ترى الدين الدين لنا جميعا، نستطيع أن نخدم الدين جميعا بما نستطيع. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلغوا عني ولو آية. بلغوا هذا هو التكليف، عني هذا هو التشريف، ولو آية هذا هو التخفيف. من اللي ما يقدر عليها؟ من اللي ما يقدر؟ طيب ماذا أبلغ ما أعلم لمن أعلم، ما أعلم لمن أعلم. أنا مو بالضرورة اللي عندي، الناس اللي عندي اللي عارفه. لذلك لابد قرار جميع الناس اللي قاعدة تتعلم، أنت هذه المعلومات تأخذها تسمعها بمقاطع غيره، إيش نصيب أهلك منهم؟ ما تعلم لمن تعلم. إذن هذا أمر آخر. أنا لست شيخا. ثلاثة، أنا لا أحفظ القرآن، وابني يحفظ أكثر مني. أنا لا أحفظ إلا جزء عامة وبعض مقاطع السور، ومع ذلك أدرب أهل القرآن وأحاضر عند أهل القرآن وأدعم أهل القرآن وأحاول أن أكون من أهل القرآن وأحاول أن أتدبر القرآن. ليس بالضرورة عشان نختم القرآن نصير حفظة يا كرام. ترى رتويت تسويه عند الله عظيم، رتويت لبروشور لأهل القرآن ترى شيء عظيم. إذا لست دكتورا ولست طالب علم، وأتشرف والله أني أصير طالب علم، ولست حافظ القرآن وأتمنى أن يكون حافظ القرآن، ولكني لم أتوقف. أيضا يا كرام بقول لكم حاجة، أنا لا أفقه في اللغة الإنجليزية شيء، ومع ذلك مطلع، وعندي قراءات في التراث والموروث والمترجم وغير المترجم. أتعب عشان أحصل على المعلومة وأحدث معلوماتي وأسابق الزمن فيما يتعلق بالمعلومات. أنا لا أعرف من اللغة إلا ما أطلب فيه أكل من المطعم. لم تكن عائقا. كثير من الناس يقول الله لو أني أعرف لغة. ورسالة للناس اللي عندها لغات، إيش قدمت لأمتك؟
ما الذي نشرته بلغتك لتعرفه، وما الذي ترجمته من لغتك لنا حتى نتعلم ونستفيد. أيضا يا كرام أنا لم أتجاوز 30، ورسالتي للناس اللي عمره 40 أو الناس الصغار، يا رجال ابدأ ما تدري متى نطلع من هنا حادث سيارة تنتهي حياتنا. أيها الكرام أنا عندي شعار أعيش فيه، أعيش من خلاله، أقول فيه: ياسر عش ممتلئا ومت فارغا. عش ممتلئا، اقرأ، تعلم، استفد، حاور، ناقش. مت فارغا بمعنى لا تخلي شيء لقله.